Audio Jungle. تعبني حبك بكاني بعدك حرام. الو انا لا والله हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह زول عنده راي في الحب ونشوف الراي الأول. والله أنا رأيي عن الحب، طبعا الحب شكلان، حب قبل الزواج وحب بعد الزواج. الحب اللي قبل الزواج ده طبعا أحسن حب أنا شفته. في ناس بتتزوج طبعا عن طريق إنه أبوها غاصبها أو أبوه غاصبه ولا بتتزوج العائلة، لكن أحسن حب الحب قبل الزواج، لأنه كثير في ناس بتتزوجوا عن طريق زوجة أبوه غاصبه ولا أمه غاصبه، وما بكون في حب بين العائلة، بتكون عائلة زي ما بيقولوا عائلة صغيرة. والله الحب زي ما قالوا قصص كثير، دائما في الحب يكونوا في اثنين مميزين وأكثر مميزين من بعض. دائما في واحد بحب وفي واحد ما بحب، يعني مرات يكون في حب من طرف واحد، مرات يكون في حب من طرفين. وأحلى حاجة لما يكون الحب من طرفين دي أصبح حب. ونحن حصلت لنا كل المواقف في الحب، حتى أبويا الكبير، حتى أبويا الكبير، حتى أبويا الكبير، حتى أبويا الكبير. وأجمل ميزات الحب ثاني ونرجع نقولها، الحب قبل الزواج. الحب قبل الزواج لازم يكون من طرفين، وده رأيي أنا. ولسه مستمرين معاكم في قصص الحب ونشوف الرأي الثاني. طبعا الحب ده شيء جميل، شيء كبير، لكن الحب ده لا يعني ما له دين. أنا بالنسبة لي كأني أنا حبيت وجربت الشعور ده، هو شعور جميل، لكن زي ما قالوا الحب ليس له دين، وأسأل القدر اللي فرق معنى ثاني وسلامتك. لسه يا أحبابنا متواصلين معاكم في قصص الحب، وعندنا الرأي رقم 3. كالعادة أول حب أنواعه وأشكاله وتجاربه اختلفنا في الآراء، بسبب واحد أصلا يختلف من تجربة، يعني تجربة هي أول لك أنت. أنا حبيت وأنت حبيت صح؟ لكن أنا حبيت طبعا أنت حبيت، أنا حبيت وأدمنت وأنت حبيت وخشيت صح؟ أنت حبيت من طرفين أنا حبيت من طرفين، لكن على فكرة الحب عندنا في السودان أنواع ما شاء الله. حب في الرفق وللف وفي السف ده في الكف. قد الكف خلينا انت انا زوجك بعدين زوجوك وانت للزواج. في الرفق خلينا احتياطك. في السف يروشك انت ومع السلامه يا استاذ. في اللف حيفوا بيت ودوبك ويلبسوا خاتم. ده الحب في الاسلام، وانت شوف عارف نفسك هذا واحد فيهم اللف ولا السف ولا في الرفق ولا في الكف. الحب في امريكا نوع ثاني خالص. 3 انواع الحب العادي والكبير والعظيم. العادي قال بيستمر شهرين وبينقطع، والحب الكبير 2 ومشدد برضه. اما الحب العظيم ده اللي هو بغير حاجه، اللي هو حيستمر معك لادنى فتره انت حتتوقعها.
على فكره ده في الاسلام ما في نهايه ناصر، بسبب واحد اختلافنا وعدم وجود حاسم اخلاص في حياتنا، وكلنا وعارفين حكايتنا اخلاص ما في. ادمن اخلص تعشق تكون ملك. ورجعنا لكم تاني يا احبابنا في قصص الحب. نشوف الرأي الرابع. ما في؟ يلا بديكم رأيان. طبعا الحب بيكون بين اثنين، والحب ده انواع زي ما قالوا الشباب. في حب من طرف واحد وفي حب من طرفين. الحب اللي من طرف واحد بيكون فيه يا البنت صادقة في الحب ولا الولد صادق في الحب. كثر ما حنينا لذيك الأحاسيس كثر ما عرفنا أن احنا بدينا نوصل لمرحلة جدا مصطنعة من المشاعر المزيفة. صرنا ما ندري منو اللي على حق، منو اللي كذاب، منو اللي صج يلوم، منو اللي ما يلوم، منو اللي مشتاق، منو اللي مو مشتاق. صرت لما تفتح هالايام هذه تويتر تطالع كل الناس مجروحة، كل الناس تحب حب من طرف واحد، كل الناس تنطر اهتمام. إذا أنتوا كلكم فيكم بلع عيال بالله، منو اللي قاعد يبلينا؟ إذا أنتوا كلكم قاعدين تبحثون عن هذا كله عيال، منو اللي صج يكون مسبب الألم هذا كله؟ ما يندر. ضاع بسبب شيء اسمه خليك دقيق. كم صداقة كانت حب وما قدرنا نقول. كم زول حبيناه وما قدرنا نعبر. خفنا من نتائج تعبيرنا، خفنا من صراحتنا، خفنا من الزول يقول الزول ده خفيف، خفنا من الشاكوش على تطبيع مننا انه حينقص من شخصيتنا او يزيدنا. طبعا بقول لكم رأيانا انه عندنا في السودان ما في اثنين بيحبوا بعض من اول مره. لازم يقول لك خلينا افكر وخش قرار تجربه، خلينا افكر والكلام ده، وخلي القلب يتكلم، خلي القلب يتكلم. عندنا يعني مثلا مستحيل اثنين يحبوا بعض او يرتبطوا ببعض طوال. عندنا فترات جسنا، وعندنا انكار اننا ما بنحب الطرف الثاني، عندنا نظام التعليم لازم تكون من قبيله التقييدين، والتقييدين شديد كمان. عندنا الحب فات ماشية المشاعر، بقت حسابات ومؤهلات، خلينا افكر واتاكد من حبك ولف ودوران. خلي القلب يتكلم، كون صادق في احساسه اني بحبك. لو بتحبك قولها، لو الشخص الطرف الثاني بادر في حبه ما خليك من قبل التقييدين وقولها طوال. يعني واحد قال لك بحبك، ما عارف انه رأي عجبكم ولا ما عجبكم، وانتوا سمعتوا آراء الشباب. واجمل اجمل اجمل من قصة الحب ثاني ما نقدر نقولها، لكن زي ما قالوا الحب لا ليس له دين. اما الحب العظيم ده اللي هو بغير حياتك، اللي هو حيستمر معك لادنى فتره انت حتتوقعها. على فكره ده في الاسلام ما في نهايه ناصر، بسبب واحد اختلافنا وعدم وجود حاسم اخلاص في حياتنا. كده انتهت حلقتنا في برنامج آراء في حياتنا. الحب جنون ضلاب. يقول على فرضية مننا انه حينقص من شخصيتنا او يزيد لنا، وشخصيتنا ده الكلام راح يا عبد الله كله معاي في والله. واحد قال لك بحبك، عسلك لا عسل بالجاي واصل. دقيقة ده طبعا كلام ده كله هعمل لك عليك الله عليك تصير قبل كده 3 2 1 اكشن. الحب من طرف واحد يكون فيه يا البنت صادقة في الحب ولا الولد صادق. يا زلمة عمل كده يا اخوي. ليه؟ الحب عندنا في السودان طبعا يا شباب، الحب عندنا في السودان كالعادة الاثنين دائما بيدخلوا كلام الناس. ده قال لي وده قال لي. كل نوع من انواع العلاقات
درجة حب. حتى أبوي والله لازم يعجبكم ولا ما عجبكم، وانتوا سمعتوا آراء الشباب. كده انتهت حلقتنا في برنامج آراء في حياتنا. شكرا، مع السلامة. يلا اقطع يا زول، راح اجيب